الاهلي العظيم، الاهلي الكبير، الاهلي الكيان، الاهلي التاريخ، الاهلي اللي مشرفنا في كل حته. دي من بعض الكومنتات اللي تدخل تشوفها على المواقع والصفحات احتفالا بفوز الاهلي على فريق في الدرجه الثالثه في الدوري الاسباني. يا حبيبي لما تيجي تطبل كويس، انت فرحان بيديك حاجه على عيني وعلى راسي. ما كسبناش بقى، ما كسبتش ريال مدريد، ما كسبتش برشلونه يا باشا، ده ماتش ودي بتلاعب فريق من الدرجه الثالثه، الدنيا ايزي في الخلاط يعني، الدنيا 100 100. فما تجيش تقول لي توسعها علينا وتنخع والنبي نخعك بيه. هنشوفوك يا صاحبي قدام برشلونه هتعمل ايه. هيجي واحد يقول لي يا عم طب انت بتقارن نفسك برشلونه يا عم، انت تقول كده، انت لو عملت توسعها وتفتح صدرك يا عم ماشي مبروك كسبت يا عم 3، لكن عاوز بقى اشوف الكلام ده قدام برشلونه. لان انا قلت لك النهارده ان دي وديات وعادي، حتى لو الاهلي انهزم مش هتبقى مقياس لبدايه الموسم، وده ماتش عادي والدنيا عز حلوه خالص، هتقول عليها كذاب ومش طايق الاهلي. طب النهارده يا عم سايبك تفرح، سايبك تنبسط، لان عندك مهمه صعبه قدام برشلونه. وعشان تكتمل البهجه ليك كاهلاوي خد الخبر ده. اعلن اون سبورت، قناه اون سبورت رسميا اذاعه مباراه الاهلي وبرشلونه الاسباني، مباراه جماهير الاهلي بتتمناها من فتره، يعني احتفاليه كبيره قدام برشلونه، فريق كبير طبعا. ان الاهلي يوصل لحته زي دي حاجه تشرف بصراحه، ده مش هزار ولا تقليل من الاهلي. فهنشوف النتيجه اللي توصل لايه. فلما تنهزم برشلونه مثلا نتيجه تقيله، ما تجيش تقول والله اصل الظروف وده ماتش ودي، ولما تكسب ما تقولش نفس الكلام. لكن برضه مش ده موضوعنا. الخبر الاساسي عندي هو اون سبورت ناقل حصري ورسمي في الشرق الاوسط وافريقيا احتفالا بالاهلي. لكن مع الاحتفال دي الاهلي برضه خد له قلم على وشه، مش متعمد او مش اعتبار قلم، اعتبارها صدمه. ليه؟ لان النهارده في مباراه الاهلي قدام بارادونا اللي اسمه الاسباني ده، اصيب النجم يوسف بالعمري الباك الشمال الاساسي النادي الاهلي بالرباط الصليبي، وساك بقى من كوره والكلام ده كله، لان في ناس مريضه بتطلع يعني فرحانه في حاجه زي كده. الاصابه ابتلاء عند ربنا سبحانه وتعالى. الراجل ما شفناش منه غير الاحترام والتقدير، لعيب كويس، لعيب كان هيجي منه، لان برضه ما خطفش الانظار، لكن لعيب محترم مهذب. اصابه تبقى صعبه على اي لعيب كوره، تاخد وقت طويل جدا، فربنا يكون في عونه وربنا يشفيه. سيبك بقى من الاهلي والزمالك والكوره والقصه الحمد لله كلها، لعيب حصل له اصابه نتمنى له الشفاء العاجل. الف سلامه على يوسف بالعمري. الاهلي بقول لك قلم ليه حتى كمان، لان مع عصام بالعمري الاهلي عنده 3 بدائل، وهو كريم الدبيس، كريم فؤاد وكوكا. طبعا كريم فؤاد وكوكا مش باكات شمال، مش باكات شمال، الباك الاساسي هو كريم الدبيس. كوكا بيعرف يلعبها، كريم فؤاد بيعرف يلعبها. كريم فؤاد ده سبحان الله 2 صليبي حاجه يعني، سبحان من مديله القوه يقف عليه لحد النهارده. راجل محترم وراجل اداؤه كان كويس لحد قبل الاصابه. كريم فؤاد من اللعيبه اللي الصليب وقفها كتير، لولا وجود الصليبي كان كريم فؤاد ممكن يبقى في حته ثانيه عن الحته اللي هو فيها دي. لكن في النهايه تسالني رايك في الموضوع ده، اعتقد الاهلي مش هيدخل الموسم ده بالتالت باك شمال، لان عندي معلومه هي مرتبطه ببعض، لكن خليها قدام شويه. لكن خبر النهارده المفاجاه، ومبادئك فين او قلبي عندك يا اللي اكرم توفيق بقى عندك. ليه بقى يا صاحبي؟ لان مبادئك دي انا مش عارف، الاهلي السياسه عنده بتتغير كل 5 دقايق. الاهلي عنده شعره ساعه تروح وساعه تيجي. من سنه بالتمام والكمال الاهلي كان بيعرض على اكرم توفيق التجديد. اكرم توفيق مرتبه كان في النادي الاهلي في وقتها حوالي 15 مليون جنيه، رقم مش دقيق قوي لكن خلينا نتكلم في 15 مليون. تمام. طب تعالى جدد اكرم، قال لهم وماله اجدد بكام يا كابتن؟ قال لهم عاوز 25 مليون. قالوا لا 25 مليون واخوك رامي ربيعه واتكل على الله. المهم الاهلي رفض تجديد وتمديد عقد اكرم توفيق ب 25 مليون جنيه. فيقوم الاهلي بعدها وجمهور الاهلي بيقول لك بره النادي اكرم توفيق مالكش لازمه جوه الفريق. هدافات الاهلي اهو جماهيره بتقول لك بره النادي اكرم توفيق مالكش لازمه جوه الفريق. يقوم بعدها الجمهور مقابل اكرم توفيق يقول له يا عم الجمهور يزعل، قال له ما يزعل. فمبادئك فين؟ مبادئك دي فين؟ لما لاعب اهو الجماهير ما كانتش راضيه بيه ومشي عشان خاطر ما رضيش يجدد لك، قال لهم الجمهور يزعل. مرحبا بكم في النادي الاهلي، اكرم توفيق يجدد تعاقده او يتعاقد الاهلي معاه لمده 3 مواسم. بكام بقى؟ شوف سبحان الله الصدمه والعقليه الاداريه. سيد عبد الحفيظ ده والله الكابتن سيد ده عليه شويه حاجات يضحك والله. فيقوم الاهلي عن طريق الكابتن سيد عبد الحفيظ مرجع اكرم توفيق الاهلي مره ثانيه لمده 3 مواسم بكام؟ قول كده بكام؟ ب 25 مليون جنيه و5 مليون جنيه حوافز، هو نفس الرقم اللي كان عاوز اللاعب. اتعلم منك الاداره. الحنكه والناس اللي كانت بتطلع تطبل وتقول اتعلم الاهلي الاداره، اتعلم منه ايه؟ في بعض الحاجات هو سوبر ستار فيها ما اختلفناش، لكن غلطات زي وزي كل الفرق.
غلطات زيه زي الفرق، هو حلو قوي في التحايل في بعض الحاجات، معلم الاهلي في الحته دي. لكن النهارده ايه رايكم في صفقه اكرم توفيق؟ عاوز واحد اهلاوي والله يكون عنده شخصيه يرد عليا على موضوع اكرم توفيق. فيقول لك اصل انتوا عندكم لاعب ووجعتوه القصه عندنا كلها. يا عم انا اقل منك، بتعلم منك، فلما انت تعمل غلط فانا هتغلط زيك يا باشا. انت ادي المبادئ، انت افشخ نادي في الكون. اعمل انا ايه؟ انا راجل نادي عادي، انا البهوات اللي عندي بتعلمه لسه، لكن انت اعظم نادي في الكون. ايه الاحوال؟ والله العظيم. ما علينا. بص يا سيدي بقى، عشان اعرفك بس ان الاهلي عنده ظهير اعلامي قوي بيعرف يغطي على اي حاجه. النهارده الدنيا ايزي ومحدش طلع يتكلم في موضوع اكرم توفيق ولا حتى من الجماهير اللي كانت بتطالب بواحد، لكن ماليش دعوه برضه الموضوع ده. لكن جالك على قصه الباك الشمال وقصه اشرف داعي. الاهلي في قصه، حط تحت منه خط، في قصه اصابه بالعمري قد يتجه للتعاقد مع توفيق محمد لاعب بتروجيت الباك الشمال اللي كان مقدم موسم كويس الموسم اللي فات، والاهلي كان عاوزه. وحصل خلاف مع قصه حامد حمدان مع الزمالك وقال لك لا خلاص مش مدي الاهلي ولا مدي الزمالك. المهم القصه دي الاهلي كان داخل في الصفقه كده كوشن كان عشان تحصل الفيلم اللي حصل ده، وقال لك لا مش مدي حامد حمدان للزمالك ومش مدي توفيق محمد للاهلي. لكن الاهلي وقتها ما كانش عايز توفيق محمد من الاخر عشان يجيب لك من سكه ودغري. لكن النهارده وقصه اشرف داري قال لهم يا باشا مشوني ادوني عادي، هاخد ال 2 مليون دولار ولا مليون 800 الف دولار بتوعي واسيبها لك مخدر. قالوا لا يا باشا هنقيد. قال لهم ومال اقبض وانا قاعد وانا بلعب، انا بجري اصابه كل حين ومين، لكن ما فيش فيه. فالاهلي بيقول لك هيقيد لان الاهلي كان عاوز يمشي اشرف داوي ويجيب مكانه لاعب افريقي. لكن النهارده بعد قيده الموضوع هيبقى في موضوع اللاعب الاجنبي مستحيل. لكن هل الاهلي حط تحت من خط ممكن يرفع اسم يوسف بالعمري ويحط مكانه اللاعب الافريقي؟ صعبه شويه، موضوع صعب، لكن مستحيل لا. لكن الاهلي قد يتجه للتعاقد مع ادهم حامد لاعب بوتروجيت برضه في لعيب في خط الوسط. الاهلي في الميركاتو ده دعم بشكل كويس جدا. النهارده مثلا الصفقات اللي جابها زي علي محمود بتاع انبي واقطاع عبد الله سجلوا النهارده. فيعني زمان ايمن الشريعي مبسوط جدا ويقول لك يا رب خليها نلاقي على كده 100 فل و10 الدنيا عندي حلوه خالص. والله العظيم بيعرف يجيب الجنيه من الهوا. المهم في النهايه عشان محدش يضحك عليك، سيد عبد الحفيظ بيحاول يرجع كابتن سيد طبعا الحرس القديم تاني، اللي كانوا موجودين في ولايته لما كان مدير للكوره. فاللي يقول لك عكس كده كذاب. سيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ بيضغط وبقوه لعوده محمد عبد المنعم مره تانيه صفوف الاهلي. يقول لك غير كده كذاب. القصه في قصه راتب، الموضوع كله موضوع راتب. اقدر اخلص او اديله راتب قريب من اللي معروض عليه، لان زي ما قلت لك هو معروض عليه رقم حوالي 2 مليون دولار، ده الكلام المنتشر على السوشيال ميديا. لكن في عروض يعني في حد بيكلمه، ايوه بيراميدز بيكلمه، يقول لك غير كده كذاب. هقول لك ده مصدر بينفي ومصدر من داخل بيراميدز حاطه على محمد عبد المنعم. طب هل الاهلي عاوزه؟ كابتن سيد حفيظ عاوز. اقول لك على حاجه، بعد رجوع اكرم توفيق النهارده توقع الحاصل القديم كله يرجع تاني. مين اللي بره؟ رامي ربيعه ممكن يرجع عادي. بنتكلم على حامد حمدان، قصدي حمدي فتحي ممكن يرجع. يا عم ده لسه مجدد الواقع النهارده. اقول لك كل دي شكليات. الاهلي عاوز سين هيروح يخلص سين، تقول لي مبادئ، تقول لي افلام، تقول لي حوارات، والله انا عاوزه وبمشي مبادئي على مزاجي. زي ما قلت لك شعره تروح ساعه تيجي وساعه تروح. موضوع من هي صح. في النهايه زي ما قلت لك الاهلي بيعمل على مزاجه وبيحللها لنفسه. اتمنى مجلس اداره نادي الزمالك يقلد. تقول لي يا عم مش عاجبك بيقلدوا ازاي؟ هقول لك بص، ما انا النهارده اقدر باعلامي والناس المطبلاتيه والناس المحسوبين على الاهلي ادلس لك الحقائق واعمل لك افلامات. الاهلي كان عايز يرجع احمد عبد القادر، يتكلم احمد عبد القادر ما قدرش خلص معاه، راح بيراميدز. الاهلي خلص مع اكرم توفيق مع ان بيراميدز كان بيكلمه، قدر يخلص. موضوع عادي خالص. طب قصه الزمالك هتقول لي يا عم انت ازاي عندك مشاكل؟ عندي مشاكل بس بعترف بيها، وده الفرق بيني وبينك بقى. انا بطلع لك عندي مشكله هنا وعندي مشكله هنا، والاداره غلطانه هنا والاداره مش غلطانه هنا، والحكايه وروايه بهاجم ليا صوت مش بمشي ورا ريح. لكن في النهايه ده ما يدار داخل النادي الاهلي. هتقول لي موضوع شيكوبانزا، موضوع بزيرة، موضوع مدير الرياضه، اقول لك الزمالك كما هو عليه، مفيش خبر جديد داخل نادي الزمالك. في النهايه وصلت معاك لملخص النهارده. عجبك كلامي تشتم لايك واشتراك وفعل زر الجرس، ما عجبكش كلامي قول ده في الكومنتات، واقف ودماغي ويحترم، واذن الله اشوفها جديده، والسلام.